عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا اداها لنا، الحمد لله والشكر لله، والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم وان ارضائكم وتطلعوا منه بمعلومة مفيدة ان شاء الله بإذن الله. حاليا يعتبر الغدة الدرقية من أكبر المشاكل اللي بتقابل اللي هي الحالة بتاعت السمنة طبعا عرض كبير من الأعراض اللي هي السمنة. يعني في ناس زي ما قلت ممكن وزنهم بيبقى زايد قوي وهم مش فاهمين هم زايدين ليه، برغم ان هم مظبطين اكلهم وبيعملوا مجهود كويس. وبرده مش شرط السمنة، بيبقى في أعراض كتير للغدة زي مثلا خمول، بيبقى انا حاسس ان انا خمول كبير مش قادره اعمل اي نشاط. في نفس الوقت بيبقى وزني بيزيد قوي وانا مش فاهمه ايه سبب الزياده. ممكن لا قدر الله تلاقي ممكن شعرك بيقع فيها، تلاقي مثلا ده كله تحت الغده الدرقيه. طبعا الغده الدرقيه بيبقى ليها حاجات كتير احنا مش بنبقى واخدين بالنا منها. فممكن مثلا واحده بقى لها سنه بتحاول تخس وما عملتش مثلا تشوف الغده عندها كويسه ولا لا. فهي في الفتره دي بنطلب احنا كدكاتره تحاليل للغده، هو تحليل FSH، وبتروح تعمل تحاليل وبنشوف الدنيا عندها خمول وايه الدنيا. وقتها بقى لو عندها قصور في الغده الدرقيه او عندها مثلا خلاص ضمور كامل في الغده، بتتابع مع دكتور الباطنه بيديها ادويه بالجرعات اللي تناسب حالتها الصحيه، وهتلاقي الدنيا بدات تظبط معاها. لها اعراض. اخباركم ايه النهارده؟ النهارده بقى هنتكلم على نهايه موضوعنا. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الغده وعندنا خمول في الغده وكده. طب افرض شخص عنده نشاط في الغده بتاعته ولقى نفسه مثلا بيخس قوي 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 مهما بياكل ومش لاقي مبرر للخسسان بتاعه، وبقى مع كحوس في العين، تلاقي عينيه قحصه قوي كده، وبيبقى معاه المواضيع صعبه جدا. الشخص ده برده لازم يحلل الغده، وده بيبقى عنده زياده بقى. فالدكتور بيشخصه وبيطلب منه تحاليل وبعد كده بيديله ادويه عشان الدنيا تظبط معاه. فالشخص ده ممكن نتيجه مثلا ان الغده عنده مرتفعه وكده تلاقيه خس جامد. هو بمجرد اصلا ما الدكتور يديله الادويه ويظبط الدنيا جدا وبياخد ادويته بانتظام ويظبط الدنيا يعني مش يا دكتوره مش سمنه بس، يعني هي السمنه والنحاف. بعد كده مثلا ان احنا لما ناخد ادويته وتظبط والدنيا ظبطت معاه نبدا ان احنا بقى نديله الكورس بتاعه ان هو سمنه والجو ده. بعد كده بيجي لي بنحاول ندخل الجيم معاه ومع نظام الاكل عشان نزود الكتله العضليه، او سواء للفيميل او سواء للميل. نديله بقى نظام غذائي بيبقى فيه سعرات حراريه. مثلا لو الشخص ده محتاج في اليوم بتاعه 2000 سعره حراريه، بنزود له مثلا من 500 ل 1000 سعره حراريه عادي، مفيش مشكله. وده بنعمله في نظام الاكل بتاعه. بنبدا نحط حاجات بتزود معاه، زي مثلا هو ياكل محشي كتير، ياكل بشاميل، ياكل بقى كل حاجه حلوه، ياكل مثلا فطير مشلتت. الحاجات دي كلها بندخلها في الاكل بتاعه في النظام بتاعه. يحاول ينزل جيم بصفه عامه، لان الجيم حلو بيزود معانا الكتله العضليه. بالاضافه بقى ان احنا بنزود طبعا نسبه البروتين بالحاجات دي كلها. بس المهم واحنا بنتخن صح، ما نتخنش غلط. يعني يبقى تخننا عباره عن عضلات وبروتين، يعني جسمنا. وبرده الدكتوره برضه يا دكتوره انت برضه اي استفسار اي حاجه برضه لما بنحنس القناه هنا برضه لو مثلا حبوا يستفهموا من حضرتك حاجه او يستفسروا ممكن يعني مفيش اي مشكله. بس انت جنبي كل اللي عاوزين يقولوه. اي سؤال والدكتوره مستعده تجاوب عليه. وهنا مستعده يا الدكتوره، ربنا يبارك لها يا رب ويوفقها ما شاء الله. يعني هنا الله يخليك. فاحنا بنقول اي استفسار مثلا يعني سؤال احنا ما نكونش مثلا كده، الدكتوره عندها استعداد اللي هي تجاوب عليه وبرضه تدلكم وتوجهكم صح او تعرفكم ايه الخطوات اللي انتوا تعملوها برضه. ففي الموضوع زي ما انا قلت لكم، هو الموضوع اكتر متابعه مع دكتور باطنه اكيد. بعد كده لما الدنيا تستقر عنده بيجي عندنا بقى نبدا نديله انظمه ان هو يتخن وكده. بس انا قلت لكم الخلاصه، هي الخلاصه ان هو الواحد يحاول يزود نسبه البروتين ويعمل رياضه كويسه عشان جسمه لما بيزيد صح. لازم تبقى حاسب
السعرات بتاعتك اللي في اليوم، بتزود عن السعرات بتاعتك، تبدا تحط بقى طبعا حاجات فيها سعرات حراريه كويسه بقى. فبالنسبه لك الموضوع ان شاء الله هيظبط، بس هو محتاج منك صبر ومتابعه وخير ان شاء الله. واحنا كده بقى، احنا كده يعني ايه على قدر الامكان عملنا حلقه الغده، وبعدين بنسبه للسمنه والنحاف. كده الدكتوره جفلت معاكم معظم الاسئله يعني، او اللي هو المعلومات الخاصه او العامه. باي سؤال بقى انتوا عايزين تستفسروا عنها، الدكتوره مش متاخره، وعايزين استفسار اي حاجه توجيه هي هتوجهكم وتعرفكم ايه لو انتوا عايزين اي سؤال او استفسار. شكرا يا دكتورة، وانا بشكرك واشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وحفظ الله. مع اسئلتكم احنا مستنيين الاسئلة، اي استفسار الدكتورة مش متأخر. في رعاية الله وحفظ الله. شكرا يا دكتورة.